أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لكم فيديو جديد باش نعملوا مع بعضنا إن شاء الله مقرونة عربي ولا مقرونة مفتولة، كل واحد كيفاش يقول لها، مي أصلها تونسية وعربي ومعمولة في الدار. لهنيك حبيت كيما قلت لكم حبيت نطيب مقرونة، ما عنديش رند، هبطت بحذا داري اللوطة موجود ما شاء الله الرند بارتو هنا في فرنسا، نحيت هكا عريف باهي كيما تشوفوا، ونغسل فيه بالورقة كيما تعرفوا البرة فما الغبرة بعد ما نغسله بالطبيعة نحطه فوق منديلة خليه كل منديلة تشرب كل الماء اللي فيه، وبعد غدوة نحطه في بلاطو ونخرجه شوية للهواء هيك هو نخبيه للعولة. لهنا غليت الطنجرة متاعي حطيت فيها شوية زيت وقليت فيها قرينة فلفل بالطبيعة حطيت فيه شوية ملح وشوية تابل. نحيتهم خليتهم أكوتي. هنا مديت القشات اللحم بقري باش نطيب المقرونة اليوم بالبقري إن شاء الله. باش نطيب كيلو مقرونة، معناها باش نحط 4 مغارف كبار طماطم، باش نحط عليهم مغرفة كبيرة هريسة عربي. باش نزيد شوية ملح، شوية كركم، شوية تابل وشوية كروية. بالطبيعة أنا ناخو راس ثوم كبير نقسمه على 2. نحط شطر في التقلية والشطر الثاني نحطه في آخر، يعني في الآخر كي تيب اللحم والصوص يعني صي بخيت نرمي شطر الثوم وقراين فلفل في الآخر ونخليها تعمل غلوة ونطفي عليها. هنا باش نخلي الطماطم تتقلى مليح كما تعرفوا الطماطم فيها القروسية، الله يلزمها تتقلى مليح باش تتنحك المطعم تاع القروسية، وكان فما طماطم معناها ديما تقعد فيها القروسية نجم نحطوا شوية سكر ونقليوه مليح تنقص شوية ماكل المطعم. هنا زدت شوية حمص، الحمص أنا ديما نعمله نص غلوة، تعرف واحد تو وقت السرعة واحد يزمو ديما يستحايل مع الدنيا. باش نمرق بالماء السخون كيما تشوفوا باش نمرق بالقدا وما عادش باش نزيدها، معناها جوست يطيب اللحم وتحضر الصوص سي بون نطفي عليها معناها. هنا باش نغطيها كيما قلت لكم نمرق مرة واحدة، ما نبقاش نزيد بشوية الماء، ونغطيها ونخليها تطيب في عقلها. هنا بعد ما غطيتها باش نتعدى نوزن المقرونه نتاعي، كيما تعرفوا المقرونه العربي تبارك الله يعني تهز في الميزان. باش نوزنها انا حاجتي نقولوا احنا كيلو، باش نوزن 900 غرام. 900 غرام يعني هي مع ثقيله شويه يعني المقرونه سي بون. واللي باش طيب نقولوا احنا رطله هيك توزن 400 غرام يزي فيه البركه. هنا بعد ما طاب اللحم باش نهبطو نحطو على جنب، كيما قلت لكم رميت الثوم في الاخر والقراين فلفل وباش نصمت المقرونة. باغ كونطخ المقرونة خليها تصمت مدة 25 دقيقة، بعد ما تطيب باش نرجعها للصوص، زيد تعمل غلوة في الصوص وممتو تتجمر. هنا حبيت نوريكم اللي نسيت الثوم حطيته بعد يعمل غلوة في الصوص. سامحوني مش الثوم، حبيت نقول الرند. كما تشوفوا هنا الماء حطيته يغلي، بعد ما غلي حطيت فيه شوية ملح وحطيت المقرونة تتصمت. كيما قلت لكم خليتها مدة 20 دقيقة 25 دقيقة ما تفوتش، راهي في ساعة طيب هي. باش نهبطها كيما تشوفوا هنا، باش نسقيها من الماء مليح. بالطبيعة الماء ديما نحلوه في اللافابو خاطر كيما تعرفوا مش باهي يعني الماء سخون يهبط ديريكت في اللافابو. هنا نسمي بسم الله ونصب المقرونة متاعي، خليها تستقطر مليح وباش نرجعها في الصوص، تعمل غلوة في الصوص وممتو تتجمر. فوالا هني باش نرجعها في الصوص، نحاول باش نخلطها مليح بالصوص نتاعها كيما شفتوا يعني الصوص خاطرة معناها ما شاء الله. هنا نخلطها مليح ونخليها تزيد تغلي في الصوص نتاعها وما بتو تتجمر.
خليها تتجمر في عقلها. وهنا ما شاء الله مقرونتنا حضرت كيما تشوفوا. جينا كعبة كعبة، جينا مشخشخة زايدة مليحة هكا بالصوص. وهنا نودكم ولا نشهيكم وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وصفة بنينة برشا الحق، انا نشيخ عليها كي نطيبها. مقرونة عربي من دياتنا الملاح كيما نقولوا. تو ما بقى لي كي نقول لكم